وبتتفاجئ إن السحلية كمان سمعته وعارف مصدره، وبتقرر إلسا إنها تروح مع السحلية علشان تعرف مصدر الصوت ده، وأنا بتكون خايفة عليها لكن إلسا بتهديها. وقتها بيظهر واحد من سكان الغابة وبيقول لإلسا إن الحيوان ده يخص شعبهم. وبعدها بتروح إلسا وأختها آنا لتمثال التلج بتاع والدهم، وبيكتشفوا إن والدتهم هي اللي أنقذت والدهم، وإنها أصلا من سكان الغابة، علشان كده ورثت قدراتها وبقى عندها قوة سحرية. وبيحتفل سكان الغابة بإلسا علشان هي طلعت واحدة منهم. وبعدها بتروح إلسا مع واحدة من شعب الغابة وبتقول لها إن في 4 عناصر للطبيعة، لكن في عنصر خامس بيتحكم في كل العناصر دي، وإن الصوت اللي هي بتسمعه ده يبقى صوته. وفجأة بيحصل هزة أرضية وبيظهر عمالقة واللي بيكرهوا البشر، وساعتها بتقرر إلسا إنها تروح ليهم وتتفاوض معاهم، لكن بتمنعها أختها آنا وبتفكرها إن مهمتهم يلاقوا مصدر الصوت اللي بتسمعه بس. وفجأة بيجي أولاف وبيقول لهم إن أكيد العمالقة دول عرفوا بوجودهم في الغابة، فبيقرروا كلهم إنهم يتحركوا ناحية الشمال علشان يروحوا لمصدر الصوت. وبتسأل آنا على كريستوف، فبتعرف إنه دخل الغابة مع واحد من القبيلة، فبتتضايق. ووقتها بيكون كريستوف مع واحد من شعب الغابة ومعاه مجموعة من الغزلان، وعايز يفاجئ حبيبته ويطلب إيدها بطريقة رومانسية. فبيشوف خيال حد جاي من بعيد وبيفتكرها آنا، وبيقول لها بصوت عالي إنه بيحبها وعايز يتجوزها، لكنه بيتفاجئ لما بتطلع قائدة شعب الغابة وبتقوله إن حبيبته آنا مشيت مع أختها من ناحية الشمال. فبيتضايق كريستوف وبيحس إن آنا مش بتفكر فيه،